دايما ملك الحلول ودايما رجل المواعيد الكبيرة. صلاح بيسجل هدفين وبيقود فريق ليفربول للفوز بره ملعبه على فريق الديوك الإنجليزي توتنهام. صلاح كان بطل الليلة وسبب السعادة ليورجن كلوب. مع كل هدف كان بيسجله كان بيتجنن كلوب بالاحتفالات. فإيه كان رد فعل كلوب على هدف صلاح التاني اللي ضمن به الفوز؟ وإيه اللي عمله كلوب مع صلاح بعد نهاية المباراة؟ ولكن في البداية وقبل أي تفاصيل اعمل لنا اللايك الجميل علشان بيشجعنا، وما تنساش الصلاة على النبي. في ديربي من أقوى دربيات الدوري الإنجليزي بيرد صلاح على كل المنتقدين وبيسجل الهدفين الوحيدين اللي ضمنوا بيهم الفوز ضد فريق توتنهام. مش بس كده، ده صلاح في آخر 4 مباريات ليه سجل 5 أهداف مع الريدز. صلاح ممكن تلاقيه مش ظاهر ضد فرقة صغيرة زي ليدز يونايتد، إنما لما بيقابل مانشستر الزرقاء أو حتى الحمراء أو حتى توتنهام البيضاء فهنا بقى بيكون واحد تاني خالص. صلاح اللي ضد الفرق الكبيرة كان ليه أكبر نصيب من الأهداف. ضد توتنهام وبالهدفين بتوع النهاردة يتعادل صلاح مع روبي كين ويبقى في المركز ال16 للهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي ب 126 هدف. صلاح بقى عقدة توتنهام وكتير من الفرق، ونجح في مباراة النهاردة إنه يستلم الكرة بمهارة عالية في المنطقة وفي جزء من الثانية سددها وسجل أول هدف ليه في اللقاء بأسيست داروين نونيز اللي احتفل معاه صلاح بالشكل ده وشاور عليه كنوع من التقدير يعني. ولحظة تسجيل الهدف تيجي اللقطة على إليو اللي بيعتبر صلاح قدوة ليه. إليو تحتفل بالشكل ده وكأنه هو اللي سجل الهدف. اللقطة دي بتدل على إن كل لاعيبة ليفربول بيحبوا محمد صلاح جدا. المهم ما اكتفاش صلاح بالجون ده، ولكن على طريقة الأرجنتيني لايونيل ميسي يحط الكرة لوب من فوق هوجو لوريس اللي اتعود إن صلاح لازم يسجل فيه كل ماتش، ومن كرة راجعة من الدفاع بالغلط يسجل صلاح الهدف زي ميسي اللي سجله في نوير. صلاح منح ليفربول التقدم بهدفين في الشوط الأول، وده كان رد فعل يورجن كلوب اللي شوية وكان هيرقص من الفرح. كلوب عارف أهمية الفوز في المباراة دي وإنه هيديله الثقة وللفريق في العودة مرة تانية، وعشان كده بعد نهاية المباراة توجه لصلاح ووجه ليه كل التحية. مباراة كانت قوية جدا من الطرفين، ولكن نجمها الأول محمد صلاح اللي أخد جايزة رجل المباراة. في النهاية لو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك للفيديو كنوع من التشجيع، واشترك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية. شكرا لكم على المشاهدة ومع السلامة.